بص، الفرق بينك وبين أعلى 1% من الطلبة مش الذكاء. الفرق هو الصراحة. أنت فاكر إنك بتذاكر، بس الحقيقة إنك بتتمرن على الفشل. بتظلل سطور وتعيد قراءة نوتس وتقعد بالساعات، وفي الآخر تقوم من غير أي حاجة في دماغك. والأسوأ إنك حاسس بكده، تحس بيه كل مرة تدخل امتحان وفجأة عقلك يفضى. أغلب الطلبة عمرهم ما بيطلعوا من الدايرة دي، بس دلوقتي هقول لك 10 طرق مذاكرة تفرق بينك وبين 99% من الطلبة اللي عايشين في وهم إنهم بيتعلموا. أول حاجة، شيل الموبايل خالص، مش عشان الإشعارات، لكن مجرد وجوده جنبك بيكسر تركيزك حتى لو ما لمستوش. مخك طول ما هو موجود بيفضل يتشتت، والتفكير الحقيقي مستحيل يحصل كده. تاني حاجة، قبل ما تبدأ مذاكرة اكتب 3 أسئلة شبه أسئلة الامتحان، مش عشان تختبر نفسك، لكن عشان تخلي عقلك يفكر بعقلية الامتحان. الأسئلة دي بتكشف الفراغات اللي كنت بتتهرب منها، والإحساس بعدم الراحة ده هو اللي بيركزك. تالت حاجة، استخدم طريقة بومودورو، 25 دقيقة تركيز و5 دقايق راحة، مش عشان تشتغل أقل، لكن لأن 25 دقيقة تركيز كامل أقوى من 2.5 ساعة حضور. رابع حاجة، ذاكر أصعب مادة في الوقت اللي طاقتك فيه عالية، مش عشان تخلص منها، لكن لأن ده الوقت الوحيد اللي عقلك فيه قادر يفهم بعمق. أي وقت تاني مجرد صيانة. خامس حاجة، ثبت المعلومة بالاستدعاء النشط. اقفل النوتس واكتب اللي فاكره، مش عشان تطمن نفسك، لكن عشان تشوف الحقيقة. القراءة بتدي إحساس كاذب، الاستدعاء هو اللي بيصنع الذاكرة. لو المعلومة طلعت بسهولة مش هتفضل، ولو كانت صعبة هتثبت. سادس حاجة، اختبر نفسك بجد، من غير نوتس، من غير تلميحات، من غير رحمة، مش عشان تجيب درجة، لكن عشان تعود عقلك يسترجع تحت ضغط. مخك بيحتفظ بالحاجة اللي بيجبر يستخدمها، كل غلطة خريطة واضحة للي محتاج تصلحه. سابع حاجة، حرك جسمك قبل المذاكرة، 5 ل10 دقايق حركة، مش عشان النشاط، لكن عشان تهدي الجهاز العصبي. التشتت ساكن في جسم مشدود، والحركة بتنظفه. 5 دقايق حركة تفتح لك ساعة تركيز صافي. تامن حاجة، استخدم التكرار المتباعد، راجع 3 مرات في الأسبوع، مش عشان تحفظ أطول، لكن لأن مخك بينسى أي حاجة ما تثبتش إنها مهمة. التكرار المتباعد بيقنعه يحتفظ بالمعلومة، من غيره أنت كل مرة بتبدأ من الصفر. تاسع حاجة، اشرح المعلومة بصوت عالي، كأنك بتشرح لحد تايه، مش عشان تساعد حد، لكن لأنك مش فاهم حاجة بجد غير لما تعرف تشرحها ببساطة. الشرح بيفضح بالظبط فين فهمك بيقع. عاشر حاجة، النوم. نام من 7 ل9 ساعات، خصوصاً قبل الامتحانات، مش عشان تحس براحة، لكن لأن المخ ما بيخزنش وانت صاحي. النوم هو المرحلة اللي فيها المعلومة بتثبت، من غيره تعب النهار كله بيختفي الصبح. اختار حاجة واحدة وابدأ النهاردة، مستقبلك هيشكرك. وقبل ما تكمل تصفح، ابعت الكلام ده لصديق بيذاكر بالساعات ومش بيشوف نتيجة. ولو ناوي تطلع من 99%، ابدأ بقرار مش بكلام.